ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل كنافة على طريقة جدتي وامهاتنا زمان. اهم حاجة في الكنافة ان انت تضغطي الضغطة دي، اهم حاجة في الكنافة ان انت تضغطي الضغطة دي. بصوا جمالها وبصوا حلاوتها، طلعت معانا مرة واحدة. وننزل عليها بالشربات، بصوا حلاوتها طلعت ازاي. يا ترى عملناها ازاي؟ يا ترى كان ايه الطريقة بالظبط؟ عملنا نصها سادة ونصها محشي، هنشوف مع بعضينا. بصوا طالعة متماسكة ازاي بالظبط بالظبط، اكنها مكعبات، ولا اجدع حلواني ولا احسن حلواني. ما شاء الله. صلوا على الحبيب المصطفى ونقول بسم الله ونبدأ. أول حاجة أنت بتجيبي كيلو إلا ربع كنافة، سواء كان عندك مفرز في أو لسه طازة يعني. قطعيه، لازم تقطعيه بالحجم ده. انا ما بحطش حاجه على الكنافه، مش حاطه سمنه ولا مش حاطه حاجه. الطريقه دي ان انا كل اللي انا هعمله هقطع حجم الكنافه زي ما انتوا شفتوا في الاول، وبعد كده انزل ادهن الصاج بتاعي وانزل بنص الكنافه. اهم حاجه ان انا قلتها لكم في الاول، اضغط اي كنافه عايزه تديكي نتيجه حلوه، لازم تضغطيها صح وتقفلي كل فراغات فيها، بحيث ان هي تبقى متماسكه مع بعضيها وتطلع معاكي حجم واحد وشكل واحد. اهو كل اللي انت هتعمليه تضغطي تسدي كل فراغه موجوده عندك. تمسكي ممكن كيس حلواني، تمسكي نفس صاج بنفس الحجم تضغطي بيه، مفيش مشاكل. مش قادره على الترابيزه، انزلي على الارض واضغطي عليها، تديكي برضو نتيجه اسرع واقوى. بعد كده هجيب الحشو، انا مش عايزه الصاج كله يبقى محشي، هعمل جزء منه محشي وجزء منه ساده. هنزل بالمكسرات واحط عليها معلقتين او 3 معالق من الشربات بتاعي اللي انا ركناه. تمام. هبدأ اوزع جزء المكسرات زي ما انتم شايفين كده. ايه السبب ان انا بحط الشربات على المكسرات؟ علشان تبقى متماسكه معاكي لما تيجي تقطعيها، تبقى ماسكه نفسها في الكنافه، مش مفلوله منك او هتوجع يعني. دلوقتي انا هساوي مستوى الحشو اللي انا حطيته، علشان تبقى كل الجوانب بتاعت الصينية بتاعتي زي المسطرة بالظبط، حجم واحد، مفيش حتة طالعة وحتة نازلة. هفضل برضو اضغط، هعمل نفس الطريقة واسد كل فراغات. تمام. الكنافة سهلة وبسيطة خالص، والكمية كبيرة، عملناها مرة واحدة وكانت النتيجة بصراحة أروع وأروع وأروع. لو انت وصلت معايا لحد الفيديو الحتة دي، يا ريت منك لايك حلو، وكمان فعلي لنا الجرس عشان يوصلك من عندنا كل جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناة لو انت عجبك الفيديو ان شاء الله. هنزل بالكنافة زي ما قلت لكم، بص ايديا مش باين فيها اي علامة خالص، باجي النص التاني هبدأ اغطي بيه صاج الكنافة، وكل ما تضغطي كل ما تطلع معاكي الكنافة حلوة واحسن. هتضغطي معناها ان انت لما تيجي تديها سمنة هتوصل لكل حتة في الكنافة. تاني حاجة لما تيجي تسقيها بالشربات برضو هتوصل لكل حتة في الكنافة. اهو انا كل اللي انا عملته ضغط، وهجيب كيس تلاجة او اي كيس عندك نظيف، او زي ما قلت لك صينية، وهفضل اضغط كده واسوي فيها بحيث انها تبقى مستوى واحد وحجم واحد. اهو وتدوسي كده اهو. هي تاخد منك وقت شوية في الضغط ده، ما تقلقيش، كل ما تضغطي كل ما تطلع معاكي الشغل حلو. نسمي بسم الله. وبصوا ايديا مش معلمة خالص. كل اللي احنا نعمله دلوقتي هننزل بالسمنة. السمنة عندي كوبايتين من السمنة كبار، وحسب رغبتك انت برضو في مقدار السمنة اللي انت عايزاها في الكنافة بتاعتك، وحسب كل واحد ما بيستعمل في بيته. او هنزل عليها كده حبة حبة. ضغطة المعلقة اللي انا بعملها دي بتوزع السمنة، وفي نفس الوقت بتضغط معايا الكنافة تاني، بتوزع السمنة على كل حتة في الكنافة. اهو هتفضل تعمليها كده، بصي بتشرب السمنة حلو ازاي، عشان لما تخش معاكي الفرن تبقى تديكي نتيجة حلوة. اهو. ولو انت الفرن بتاعك مش هيحمر من فوق ومن تحت، ممكن تديها شوية سوا زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده اقلبها. تنزلي بالشربات عليها، بص ما شاء الله. طبعا الشربات كوبايتين من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، وعصرة ليمون، وورقة فانيليا او معلقة فانيليا، وسيبيهم بالظبط من 7 ل8 دقايق على النار من غير ما تلعب عندهم او تحركيهم. هيطلع معاكي شربات زي ما شاء الله، مش هيبقى مسكر خالص معاكي ولا محبب. كل اللي انت هتعمليه سيبيه يبرد وتنزل عليه بالكنافه زي كده. ما شاء الله شكلها حلو خالص وجميله، وبجد بجد كان طعمها تحفه. مجرمشه من بره وشكلها حلو، وفي نفس الوقت طريه من جوه، ولا اجدع حلواني بالظبط. طريقه سهله خالص وبسيطه، امهاتنا كلنا علمتنا الطريقه دي في الكنافه، اللي انت لازم تضغطي عليها الضغطه اللي انت شفتيها دي. بعد كده هتبدا تقطعيها، وانت بتقطعيها هتحس ان هي بتتقطع معاكي اكنك بالمنشار مش بالسكينه.
صلى على الحبيب المصطفى، واتمنى الاشتراك في القناة ويكون الفيديو عجبكم، وطريقة سهلة خالص وعملنا كمية كبيرة في اقل وقت، ما اخدش مني وقت خالص. بصوا ما شاء الله، هبدأ اقطعها وانت بتقطعيها بصي تحسي ان هي بتتنشر معاكي مش بتتقطع، طالعه مكعبات. ولو انت حبيتي بالمسطره وتقطعيها قطع متساويه هتديكي نفس النتيجه حلوه خالص معاكي. اتمنى يكون الفيديو كمان مره عجبكم، واحلى كنافه من عندنا، ويا ريت تجربيها. اهو طالعه ما شاء الله عليها، هنشوفها مع بعضينا. بصي الله اكبر، طالعه متماسكه معاكي ومتجانسه. بصي ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.